اشكرك ازاي؟ هو انا عملت ايه؟ يا ريتني كنت اقدر اقدم اكتر من كده خدمه. طبعا رجب افندي هياخد علاوه. رجب افندي شكري بيه زعلان منه قوي. ليه؟ معرفش، لما بتيجي سيرته بيتغير قوي. تعرفي انا كنت حاطط اسمه في كشف العلاوات الاستثنائيه. شكري بيه هو اللي شطبه. يا خساره، مع انه ممتاز ومخلص في عمله. بس حاطط مناخيره في السماء. الواحد برضو لازم يسيس اموره مع الرؤساء. يبقى بقى عزيز لازم هياخد علاوه. ايوه يا ستي هياخد. شكري بيه ضاف اسمه بايده في الكشف، مع انه ما يستاهلش. مش عارف اخلص منه ازاي. ده عامل لي زي العقله اللي في الزور. وانت عايز تخلص منه ليه؟ ابدا، قصدي نخلص منه كلنا. انت عارفه وعارفه تاثيره على شكري بيه. اصله بصراحه كده بيسيء لينا كلنا. في الحقيقه اخلاقه ما بتعجبنيش ابدا. انا راخر اخلاقه ما بتعجبنيش ابدا. والله يا فندم انا بهني نفسي اني بشتغل ويا سعادتك. جمعت فاوعيت والله يا فندم. الخلق الكامل، العلم الغزير، المزايا النادرة، ده من توفيق الزمن اني بشتغل مع سعادتك. ده من حسن الطالع يا فندم. انا والله محظوظ يا فندم، محظوظ جدا. انا يهمني الاخلاص يا ممدوح افندي. اخلاصي لسيادتك نادر المثال. كل المصلحة عارفة كده. انا يا فندم ما بستحملش كلمة تنقال في حقك. يقدر حد يقول كلمة عن سعادتك قدامي اقربها امبارح؟ ولا بلاش يا فندم، بلاش. حصل ايه يا ممدوح افندي؟ ملوش لزوم بقى يا فندم. ارجوك تعفيني بصراحه، ارجوك تعفيني. انا على العموم ما خليتلوش ابدا. ايوه يا فندم اديته تمام. تصور انه يقول على حضرتك. ولا بلاش يا فندم، بلاش. لازم تقول لي والله لازم تقول لي مين ده وقال ايه. ارجوك يا فندم اعفيني. لكن ازاي؟ ده انا واجبي ان اقول لك. ايوه واجبك انك تقول. اخلاصي ليك يا فندم يضطرني دايما اني اكشفك بالحقيقه. انا واثق من كده. ايوه يا فندم، انا ما اقدرش اخبي عنك، ما اقدرش. تصور يا فندم عزيز اللي سعادتك رفعته السما السبعه. تعرف بيقول عليك ايه؟ بيقول ايه؟ مش قادر اطلعها من لساني. لا اعذرني يا فندم، اعذرني، مش قادر اقولها. تصور يقول على سيادتك انك جاهل، ما تصلحش تكون مدير. عزيز قال كده؟ واكتر يا فندم واكتر. انا بس مش قادر اقول كل اللي قاله. مش قادر والله كده. وانا اللي فاكره من رجالتي. انا لازم احوله على مجلس تقديم. ارجوك يا فندم. لازم ما حدش يعرف ان انا قلت لسيادتك. احسن بعد كده يا فندم ما حدش هيتكلم قدامي، واخلاصي لسعادتك يفرض عليا اني اطلعك على كل اللي بسمعه. وليك حق يا ممدوح، لكن انا هخرب بيته. ربنا يقدرك يا فندم. مبروك العلاوة يا رجال. متشكرة يا رجب افندي، كان نفسي ابارك لك انت كمان. انا هو معقول شكري بيه يدي لي علاوة استثنائية؟ ده يبقى من كرم ربنا اذا ما ادانيش في التقرير ضعيف علشان يحرمني من العلاوة. يحرمك ليه؟ ده احنا ما عندناش حد زيك ابدا في اخلاصه للعمل. امثال شكري بيه يا بنتي ما يهمهمش العمل. لو ما كانش يهمه العمل ما كانش غضب على عزيز ونقله من مصلحة. ربنا اعلم يا بنتي نقله ليه، لكن تأكدي ان مصلحة العمل مش هي سبب ابدا. ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى بلاش. لكن لازم فيه سبب خلاه يتغير من ناحيتك. ده اول ما جه كان راضي عليك قوي. ايوه طبعا فيه سبب. كنت تقدر تراضيه؟ لا ما اقدرش يا بنتي، كان هيكون على حساب كرامتي وضميري. هيكون ايه بس الشيء ده اللي ما يرضيش ضميرك؟ ولا يرضي اي انسان يحترم نفسه. حكاية يا بنتي ما قلتهاش لحد ابدا، كتمتها في قلبي. ايوه ايه الفايدة اني اقول ولا اعيد؟ الكلام ده كان اول ما جانا شكري بيه. في يوم جالي الساعي وقال لي سعادة البيه عايزك يا رجب افندي. رحت طبعا. السكرتير قابلني واقف. الله، مش عادته.
ودخلني على طول مكتب شكري بيه. اهلا وسهلا رجب افندي. اتفضل اتفضل استريح. متشكر يا فندم. اقعد يا راجل، ما تعملش تكليف. سيجاره؟ متشكر يا فندم، انا بطلته خلاص. برافو برافو يا رجب افندي، دي قوه اراده جديره بالاعجاب. متشكر جدا يا فندم. الحقيقه يا رجب افندي انا طلبتك لاني معجب باخلاقك وقوه شخصيتك. العفو يا فندم، العفو. ولما راجعت تشوف الاقدميات اندهشت جدا انك على الرغم من كفاءتك اتخطوك مرتين. والله يا فندم الحقيقه المدير اللي قبل حضرتك كان غير راضي عني. معلش كل شيء يتصلح يا رجب افندي، وتاكد ان حالتك دي انا هنظر لها بعين الاعتبار. متشكر جدا يا فندم. مش ممكن اسمح بان يكون في ظلم يقع على موظف عندي، خصوصا اذا كان الموظف ده رجالتي اللي اقدرهم. كلنا رجالتك يا فندم. ايوه بس انا ليا نظرة خاصة يا رجب افندي، وانا اعتقد اني اقدر اعتمد عليك اكتر. يا فندم كلنا مجندين لصالح العمل. طبعا كلنا يهمنا صالح العمل، والحقيقة بتحصل حاجات كتيرة عدم معرفتي بيها بيأثر في صالح العمل. بالظبط يا فندم. وعشان كده ولاني اثق فيك اعتقد انك تقدر تساعدني على اني اعرف الحاجات دي اول باول. زي ايه يا فندم؟ انت عارف طبعا تصرفات الموظفين اللي بيحصل بينهم، خروجهم من غير اذن، بيقولوا ايه، بيعيدوا ايه، انت فاهم طبعا. يعني عايزني اجيب لسيادتك اخبار زملائي يا فندم. تمام انت فاهمني كويس يا رجب افندي. وفاكر سيادتك اني ممكن اعمل كده؟ طبعا انت راجلي اللي بعتمد عليك. لا يا فندم، لا، سيادتك فهمتني غلط. مش انا اللي اقبل اني اكون جاسوس على زملائي. جاسوس؟ ايوه. دي كلمة كبيرة يا رجب افندي. لكن تأدي المعنى بالظبط يا فندم. انت مش فاهمني. انا بعمل كده لصالح العمل. يبقى لازم يكون شيء معروف للجميع. مش فاهم. يعني سيادتك تصدر قرار باني مسؤول عن سير العمل وعن تقديم تقرير دوري لسيادتك عن كل اللي بيحصل. كلام ايه ده شيء بيني وبينك، ده شيء خاص. الشيء اللي سيادتك ما ترضاش تعمله في العلن انا ما اقبلش ابدا اعمله في السر يا فندم. عن اذن سيادتك. اتفضل، لكن انا هخليك تدفع الثمن غالي جدا. وخرجت يا بنتي من عنده وانا عارف انه هينتهز اول فرصة علشان ينتقم مني، لكن ايه اللي كنت هعمله؟ مش ممكن ابدا اقدر احقق طلبه. ولا اي حد يقبل كده. لا فيه يا بنتي. ايه؟ فيه ضعاف نفوس كتير فاكرين انهم بكده بيكسبوا المدير وبيستفيدوا منه، ويمكن بيستفيدوا، لكن على حساب كرامتهم وشرفهم. مش معقول يا راجب افندي، مش معقول. مش معقول ليه؟ انا وانا خارج من عند شكري بيه كان بيطلب ممدوح افندي. ممدوح؟ وخرج ممدوح من عنده وكل وشه بيضحك. ايه؟ ومن نهاريها وانا شايف حاجات غريبة على ممدوح، وشايف ان علاقته بشكري بيه بقت حاجة تانية خالص. قصدك ايه يا راجب افندي؟ والله يا بنتي انا بقول لك على اللي شفته. لا يا راجب افندي، لا، انا ما اسمحلكش. ما تسمحليش. ممدوح اخلاقه اعلى من كده بكتير. انت اكيد فهمت غلط. ممدوح مش ممكن ينزل للمستوى ده ابدا. وانت تعرفي منين يا بنتي؟ ازاي ما اعرفش؟ ممدوح انا اعرفه كويس. احنا قصدي يعني هيتقدم يخطبني قريب. احنا اتفقنا على كده. طيب مبروك يا بنتي. لو اعرف ان اخلاقه بالشكل ده كنت رفضت خطبته، لكن انا عارفه اخلاقه كويس. مين عارف يا بنتي، مين عارف. وتقدمت يا سيدي لخطبتها، وكم كانت سعادتي عظيمة وأنا أضع في صباعها دبلة الخطوبة. كانت الفرحة تطل من عينيها والسعادة تغمرنا. وأخذت أنتظر الترقية التي وعدني بها شكري بيه بمجرد أن أتم المدة، لكي أتم سعادتي
بهذا الزواج السعيد. وكانت علاقتي بشكري بيه قد توطدت جدا، فلم تعد مجرد صلة بين رئيس ومرؤوس ينفخ في غروره ويوصله أخبار الزملاء، بل زادت عن ذلك كثيرا كثيرا جدا، ولم يكن في إمكاني أن أتراجع. انت فين يا عم عوضين؟ انت فين؟ سيادة المدير سأل عليك 3 مرات لغاية دلوقتي. ايوه يا فندم. ايه ده؟ انت كنت فين لغايه دلوقتي؟ لا مؤاخذه يا فندم. مخصوم منك يوم. انده لي ممدوح افندي حالا. يوم يا فندم، ده انا كنت مخصوم يومين، واذا اتكلمت تاني يبقوا 3. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. انده لي ممدوح افندي، اتحرك. حاضر يا فندم، حاضر. طبعا خير يا فندم. ممدوح افندي، صباحك زفت، صباحك قطران. سيادتك زعلان مني يا فندم؟ انت عارف الهانم عملت ايه النهارده؟ لا يا فندم. عكننت مزاجي على الصبح. يا خبر. قالت لي اني رئيس زي قلتي. سيادتك مدير واعترف الجميع بكفاءتك يا فندم. وقالت لي اني مش عارف امشي الموظفين بتوعي. يا خبر. وده كله من تحت راسك يا فندي. انا؟ انت السبب في ان الست زعلت وزعلتني على الصبح. انا اسف يا فندم اذا كنت سببت اي شيء يعكر مزاج سعادتك يا فندم. ده احنا كلنا مخلوقين يا فندم عشان راحتك. راحتي يا افندي ان الهانم تكون مبسوطه. احنا يا فندم يهمنا ايه في الدنيا يا فندم غير ان احنا نشوفها مبسوطه يا فندم. ومع ذلك لغايه دلوقتي ما شفتش طلبات الهانم. والله يا فندم بصراحه انا بقالي اسبوع لفيت فيه جميع المحلات. اسبوع يا ممدوح افندي. ايوه فندم. عشان بكرة خيط؟ ده اهمال. ليها حق الهانم تقول لي اني مش عارف امشي الموظفين بتوعي. اصل يا فندم الصنف اللي طالباه الهانم ده كان بيجي من بره وانقطع وروده دلوقتي. يعني ايه؟ انعدم وجوده في البلد كلها؟ لو كنت بتدور باخلاص كان لازم لقيت طلب الهانم هنا ولا هنا. انت عامل لي ازعرينا باهمالك ده. والله يا فندم انا هنزل ادور تاني على طول يا فندم. انا هعمل المستحيل لغايه ما الاقي طلب الست الهانم ده. انا لازم الاقي محل هنا ولا هنا مخزن حبه فيه، يعني مخبي شويه، وربنا ان شاء الله هيوفقني يا فندم والاقي طلب الهانم باذن الله باذن الله. موظف الكفء مفيش عقبه تقف قصاده يا ممدوح افندي. صلاحيه الموظف بتبان في المهمات اللي زي دي. ارجو ان اكون عند حسن ظنك يا فندم وحسن ظن سياده الهانم يا فندم. ده عشم يا ممدوح افندي. شكرا يا فندم. وان شاء الله انا هيشلك الدرجه في الميزانيه الجديده. شكرا يا فندم، شكرا جدا. وعلى الله تكون جدير بثقتي فيك ان شاء الله يا فندم ان شاء الله. وعلى فكره ايوه يا فندم ايوه، الهانم عايزه تنجد الفيلا كلها. يا سلام. اذا كنت تعرف منجد كويس يبقى خليه يجي بكره الصبح. الموضوع ده مهم جدا يا ممدوح افندي. طبعا يا فندم ده مهم جدا، طبعا يا فندم. مالك يا ممدوح؟ ها؟ لا انت خارج من عند شكري بيه متغير خالص. الحقيقه طالب مني طلب ومش قادر انفذه. احنا كلنا مستعدين نساهم وياك عشان تعمل اللي طالبه شكري بيه. ها، عايز كشوف تفريغ الميزانيه؟ عايز تعمل له الخطه الخمسيه للمصلحه؟ لا، عايز بكرة خيط. ايه؟ بكرة خيط؟ ايوه بكرة خيط طلبها ست هانم. انت ايه دخلك بحاجات زي دي يا ممدوح؟ ايه دخله ازاي بقى؟ ما هو لازم يعمل كده علشان يكسب رضا شكري بيه. ما هو عزيز افندي كان كده لحد ما انشال بقدرة قادر. صحيح يا ممدوح؟ صحيح؟ هي وصلت انك تروح تشوف طلبات الست هانم؟ انت عارفه ان حركات الترقيات قربت والواحد بقى لازم يرضي رؤسائه بصراحه. انت عارفه ان احنا هنتجوز والواحد لازم يؤمن مستقبله. ايوه الواحد يقدر يأمن مستقبله بالعمل يا ممدوح، بالإنتاج. اديك طول عمرك معروف بينا انك حمار شغل. خدت ايه؟ ترقية؟ درجة؟ علاوة حتى؟ ممدوح الإنسان يا سيد ممدوح بيرضي ضميره بس. ضميره؟ شيل الله يا سي ضميره. خليك بقى ورا ضميرك ده لما يجيب لك الكافية. سامعة يا بنتي سامعة؟ مش قلتلك ان ممدوح زي عزيز بالظبط ماشي في نفس طريقه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا ممدوح؟ احنا لازم نبني مستقبلنا. انت عايزانا نبقى زي رجب افندي كده نعيش فقراء ونموت فقراء؟
عايز نبني مستقبلنا بالغش، بالنفاق، بالمتطية. مستقبلك لازم يتبني بالكرامة، بالعزة، بالعمل. ده كلام روايات، احنا لازم نعيش في الواقع يا رجاء، في الواقع. كلام الروايات ده تقدر تخليه واقع بإرادتك، بعملك، بكرامتك. انت غلطانة، انت ما انتش فاهمة الدنيا خالص. احنا يظهر سكتنا مختلفة يا ممدوح. ايه؟ انا مش ممكن اربط مصيري بشخص دي مبادئه في الحياة. اتفضل. ايه دي؟ دبلة الخطوبة. الحمد لله اني عرفت حقيقتك قبل العلاقة ما كنت تزيد عن كده. وتركتني رجاء يا سيدي، رفضت أن تربط مصيرها بمصيري، وكنت أشعر كأن قطعة غالية قد مزقت من قلبي، ولكني تماديت في طريقي. كنت أريد أن أثبت لها أنني على صواب في الطريق الذي اخترته لنفسي، وأنها أخطأت عندما تخلت عني. وعندما صدر قرار الترقية كنت أسعد الناس به لسبب واحد، أن تندم رجاء لأنها تخلت عني. ولكن الأقدار كانت تبيت شيئا آخر. فجأة رجاء، ما سمعتيش آخر الأخبار؟ خير يا رجب أفندي؟ المدير بتاعنا اتنقل، عينوا لنا مدير جديد. نعم، عينوا لنا مدير جديد؟ أيوة طبعا، تلاقيك عارف. والحقيقة يعني رغما عن عيوب شكري بيه، إنه كان راجل ودني، لكن الشهادة لله كان راجل كفء. نعم، الكفء قال ده راجل جاهل ولا يفهم غيرش بقى الدنيا حظوظ. ايوه يا سيدي، هي من ناحية حظوظ حقيقي. ادي حضرتك لا شغلة ولا مشغلة، واديك واخد درجة ما كملت الشهر. شكري بيه كان بيقدر مواهبك. المدير الجديد بكرة آخر هيبقى في جيبي. إذا كان شكري بيه اداني درجة، المدير الجديد هيديني درجات. طيب يا أخي اخلص لشغلك بقى علشان تحلل الدرجة اللي خدتها. شغل ايه يا سيدنا؟ اغرق انت في الشغل لما نشوف هتكسب ايه. الرك على الحداقة يا سيد رجب، على الفهلوة، على المفهومية. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي، أنا جاي أهنئ سيادتك بالمركز الجديد. قصدي نهني أنفسنا يا فندم. أيوة نهني أنفسنا طبعا. إدارة صدفة أهلها، أنت أهل لذاك وفوق ذاك. كده متشكر. افتكر انت ممدوح حامد مش كده؟ ايوه يا فندم، انا ممدوح حامد. والله يا فندم انا ما نمت امبارح من الفرحه يا فندم. الاداره اتشرفت بيك يا فندم. انت اللي قال فيك الشاعر اتته الرياسه منقاده. بس لزومه ايه ده؟ ده تعبير عن الابتهاج يا فندم، عن الابتهاج. انت باين عليك موظف مخلص يا فندم، مخلص. اخلاص لسيادتك نادر المثال. ده انا بس امبارح سمعت كلمه اتقالت عن سيادتك قدامي، بهدلت اللي قالها. تعرف مين؟ مش هتصدق يا فندم. وايه المناسبه انك تقول لي حاجه زي دي؟ اخلاص يا فندم، اخلاصي. وسيادتك خير من يقدر الاخلاص والتفاني فيه. الاخلاص بيكون في العمل يا سيد ممدوح، مش في انك تغتاب زملائك سواء بالحق او بالباطل. اسمي تصرفك ده ايه؟ اخلاص يا فندم، اخلاص. ده اسمه نفاق مش اخلاص. انا عندي معلومات كفايه عنك يا سي ممدوح. واذا كان نفاقك نفعك في الماضي، فتاكد ان النفاق ده مش هينفعك في المستقبل. انا يا فندم قصدي ارجوك، احب اقول لك كمان اني اوقفت قرار الترقيه الخاص بيك. يعني مش هاخد الدرجه يا فندم؟ الدرجه دي من حق رجب افندي، راجل كفء ومخلص لعمله واخلاقه مثل يجب يكون قدوه ليك. وتاكد ان مش هيكون لك اي امل في ترقيه او علاوه في المستقبل الا عن طريق اخلاصك في العمل وتفانيك فيه وبس. الاخلاص في العمل يا فندم. ايوه يا ممدوح افندي. انا بصراحه كنت فاكر يا فندم. لا ما تفتكرش، احنا دلوقتي بقينا في مجتمع بيقدر العمل. النفاق ده سلاح فاشل ولالوش مكان في مجتمعنا الجديد، مفهوم؟ اتفضل على مكتبك. وهكذا يا سيدي تحطمت كل آمالي التي قامت على خداع، ومضت الأيام ورأيت زملائي يسبقوني بعد أن كسدت بضاعتي التي كنت أعيش عليها، وبدأت أقبل على عملي مترددا ثم مخلصا ثم متفانيا. لقد وجدت للعمل لذة وعزة كان خافيين علي، ولم تمض سنة حتى كنت موظفا ممتازا أعتز بنفسي وبعملي. وحتى رجب أفندي الذي أصبح رئيسي والذي كان دائما لا يرتاح إلي
قال لي في إخلاص: ممدوح أفندي، أنت اتخلقت من جديد. أنا فخور بيك يا ابني. أنا كلمت سيادة المدير عنك، وإن شاء الله هيكون لك نصيب في حركة الترقيات. وحصلت على الدرجة، وكان لها طعم العرق والعمل والكفاح. وكان أول من هناني رجاء. مبروك يا ممدوح. مبروك دي مش هيبقى لها طعم إلا إذا سمحتي بحاجة واحدة. إيه هي؟ أرجع الدبلة في صباعك زي ما كانت. يا ريت يا ممدوح، يا ريت. أنت دلوقتي أي واحدة تفتخر إنها تكون زوجتك يا ممدوح. وتزوجنا، وعندما أنظر اليوم إلى وجه طفلي البريء الجميل أشعر بالسعادة، فإني أرى في عينيه وكأنما يفخر بأبيه